هذا هو الجزء الخامس من قصتي مع الجن. وكل مرة كنت كنقول يمكن الأمور رجعت عادية، ولكن اللي وقع خلاني نرجع نعيد حساباتي من جديد. الوالد جا في الليل، سول ما وقع والو، كل شي مزيان. قلنا ليه راها غير شوية دابا نعسة. الوالدة قالت لي أنا وخويا الصغير سيروا تنعسوا، لكن قررنا ننعسوا في الصالة ماشي في الغرفة معاها. ما بغيتش نشوف شي حاجة تخلي عيني مفتوحة طول الليل، وأنا عندي المدرسة مع 8 صباح. في الصباح فقاتني الوالدة مع 8. فطرت، لبست ومشيت للمدرسة. تلاقيت مع صحابي، ضحكنا تشطينا، وكان عندنا الرياضة من 10 حتى ل 12. لعبنا كورة وبدلت الجو شوية. مع 12 رجعت، شديت تاكسي وطلعت للدار. ولكن هاد المرة ما دخلتش من الباب ديال الدار، دخلت من الكراج، حيث الباب كان مسدود من الداخل. وما تصوروش شنو لقيت. الحيطان ديال الكراج كاملين مرسومين وجوه مخيفة مرسومين بالفحم، والحيط أبيض. ما قدرتش نكمل نشوف، قلبي بدا يضرب بسرعة. الرهبة شدتني وبديت كنقول داكشي اللي كنت كنآمن به بدا كيولي كابوس. هادشي ماشي لعب ولا مغامرة، هادشي كيخلع. طلعت الدروج بسرعة، فتحت الباب، لقيت خالتي اللي مضروبة والوالدة كيجلسوا كيفطروا. وخالتي كتقول لي أشرف جيتي؟ كيجاك الرسم ديالي في الكراج زوين، حيث هي كانت كتقرا في معهد الفنون الجميلة وكترسم مزيان. قلت ليها زوين، وطلعت بحالي للبيت. تبدلت وشعلت البلاي باش نلعب شوية. هي دخلات وكتقول لي دير داك اللعبة ديال ريزيدونت ايفل. قلت ليها لا، باغي نلعب شوية كورة. قالت لي لا ديرها. ما جاوبتهاش ودرتو باش ما نطولش. لكن وانا كندير اللعبة كانت كتضحك، والملامح ديال وجهها ماشي بحال ديما، بحال شي حد اخر كيشبه ليها ولكن ماشي هي. شوية كنسمع الصوت ديال الانترفون، ارتحت شوية. الوالدة حلات الباب وكنسمع الهضرة في دروج، صوت خالي ومعاه شي واحد. دخل، كان راجل لحيته كبيرة صابغة بالحنة، وجهه مهيب. منين شافتو خالتي بدات كتغوات، قولي لي يخرج عليا. لا هداك لا، ما تسوقوش ليها. قال لي ولدي خرج من البيت. دخل هو وخالي وسدوا الباب والشراجم، بدا كيقرا عليها القرآن. وخالتي بدات كتغوات بصوت ماشي ديال البشر، صوت بحال شي وحش، بحال أفلام الرعب. والراجل موقفش، كيقرا كيرش وكيردد الآيات بقوة. ومن بعد شوية بدا كيضربها بالسنطة وهي كتغوات، والصوت كيقول أنا غادي نخرج غير ما تضربنيش. قال ليه الشيخ